السلام عليكم ورحمة الله. وصفتنا اليوم سهلة ولذيذة تنفع لفطور رمضان، شوربة العدس التركية بكل أسرارها. بسم الله. في طنجرة ملعقة كبيرة زبدة، نضيف عليها ملعقتين كبار من زيت الزيتون، نضيف ملعقة كبيرة دقيق. نحمص الدقيق مع الزبدة والزيت جيدا على نار هادئة. نضيف حبة بصل مقطعة ناعم. نحمص البصل جيدا. ثم نضيف حبة بطاطس مكعبات، حبتين جزر وحبة كوسة. نحمص الخضار جيدا. ملعقة صغيرة معجون الطماطم. نضيف كأس ونص من العدس الأحمر نقعته من قبل وغسلته جيدا. نسكب ماء ساخن ونترك الطنجرة على النار وسطا إلى أن تنضج الخضار. بالنسبة للبهارات، ملعقة صغيرة ملح حسب الذوق، ملعقة صغيرة مملوءة كمون، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود. نحرك جيدا. ونطحن الكل بالبلندر أو كأس الخلاط المتوفر عندكم إلى أن نحصل على قوام ناعم، وبعدها نرجع الطنجرة على النار تغلي ونتأكد إذا لازمها ملح. نقدمها وهي ساخنة مع عصرة ليمون. بالنسبة للخلطة، أخذت ملعقة صغيرة زبدة دوبتها مع فلفل أحمر ناشف. هذه طريقة الأتراك في شوربة العدس، وتقدم بألف عافية. فضلا إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، مشاركة الفيديو مع الأصدقاء، تفعيل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. تحياتي، مع السلامة.